لما بيتقال منوفية دي دولة. أول حاجة بتيجي في بالك إيه؟ أصل الفطير، بلد الناس الناصحة. ايوه مصحة وصلت بطاطس المنوفية للعالمية. طب وفين الدليل؟ العربية دي هتودي شيبسي نايس من المنوفية إلى دول أوروبية زي هولندا وألمانيا ودول عربية زي قطر والعراق. طلعت بالحمارة على مصنع فري فودز في المنوفية ولبست البلطو عشان أوريكم إزاي بتعمل شيبسي نايس ويتصدر لبره مصر أو لتوريد البطاطس لمصانع أخرى. طب بالنسبة لمراحل الإنتاج أعلى. أعلى كده الغربلة والفرز الأول، بعد كده في مرحلة الغسيل، بعد كده في مرحلة التقشير، بعد كده في مرحلة غسيل تاني، بعد كده مرحلة السلايزر أو التقطيع الشريط. أنا بستخدم زيت أولين مكرر رقم 1، ده في مرحلة القلي. بعد كده بيتفرز الشيبسي تاني. أما النكهة فبتتحط بميزان وتطلع كل شيبسية واخدة الكمية المناسبة من النكهة لا أزيد ولا أقل. وبعد كده تطلع على مكنة التعبئة والتغليف، خط إنتاج متطور جدا. مكنة التعبئة والتغليف مكن DNA، كل ده طبعا بيعلي من جودة المنتج وجودة التغليف بتاعه. وكل ده مهم عشان يحافظ على جودة الشيبسي داخل الأكياس مهما تعرضت لحرارة أو طالت المدة. وفوق كل ده مشتركين في سلامة الغذاء، حاصلين على شهادة الأيزو 22000 ومسجلين في منظمة الغذاء العالمي. وسع الكثير وصل. الحاج محمود شرارة صاحب هذا المشروع المنوفي العالمي. ايه سر النجاح من ان انتوا الاول كنتوا مزرعه بس وبعدين بقيتوا مزرعه ومصنع بيصدر وبيصنع شيبس؟ النقله دي جت ازاي؟ النجاح ده ايه سره؟ انك منوفي بس ولا ليها سر تاني؟ منوفي دي نمره واحد، وشرفني ان انا ابقى منوفي طبعا. الاخلاص في العمل وحب المهنه وحب بلدي، لان ده بيفيد بلدي في الاول وفي الاخر. كم عماله بسم الله ما شاء الله في المصنع، حوالي 800 عامل. حبيت اعمل نموذج لشاب يفيد الناس اللي حواليه ويفيد اهل بلده واهل محافظته. كنت حضرتك تتخيل او كنت شايف الرؤيه اللي حضرتك حققتها النهارده، ولا ما كانش في بالك؟ لا احنا الحمد لله حاطين هدف لينا وربنا كرمنا وبنحقق فيه، ولسه قدامنا كتير يعني. لكن اللي وصلنا له النهارده ده ان شاء الله يعني كان حلم وربنا حققه لنا يعني ده كان حلم موجود في بال حضرتك من سنين. دي كانت قصة كفاح ونجاح من المنوفية. استنوا قصص نجاح تانية.